مساء الخير، السلام عليكم، مرحبا، كيفكم حبايبي؟ اليوم طالعة برا وما شافوني طالعة اليوم رايحة أحلام تغير الجو. نجر من نزعان رباك رطب أحمزة الألام استدعاء لهطوب الرائضة. في حال وجود خطر نرجو القفز من الشباك. مرحبا، كيفكم؟ شخباركم؟ شعلومكم؟ مساء الخير، منورين كلكم. واللي ما ضافني في اليوتيوب ضيفوني في اليوتيوب، اللي ما ضافتني بالسناب كمان ضيفني بالسناب. وبس هذا هو. راح انزل لكم رابط اليوتيوب بعد هذا. وبعدين دحين بسوي لي شاي وبسكويت اكل كذا صح. بعدين نشوف ايش نسوي اليوم. يلا نبدأ يومنا اليوم. طيب انا احب البسكويت اموت فيه. سأسوي اجيب بسكوت العين اثنينهم عينهم واحد خليهم دول حقة البيت. خيلوا هذا كذا حطه هنا على أحب أموت تاكلون من شاي مع بسكويت يطلع. خلوني آكل بالعافية عليا وحطولي روحوا افطروا. أنا فطوري ده. يلا. مرحبا، مساء الخير، كيفكم يا أحلى متابعين حلومة؟ قلت اليوم أسوي لهم أحلى أكلة. وخليني أول شي بوريكم الصدمة كبيرة. خليني اللي أكلوه الفطور راح أغسل الصحون. بعدين راح نبدأ نسوي إيدام دجاج. خليني أغسل بعدين نسوي الأكل. يلا. خلصت من أول بس توني أصور. خلصت الصحون بعدين غسلت هنا. شوفوا الأوساخ اللي أنا سويتها. بعدين هنا رحت هنا ايش سويت حبايبي؟ قطعت غسلت الصحون من أول. خلصت قطعت الدجاج بهارات مشكلة، فلفل أسود، فلفل أحمر، وكركم وملح وبطاطس وبصل. ما عندي خلاطة. بصل وزنجبيل وتوم حطيتهم هنا وصلصة طماطم. بس هو واحد بيخلص كل شي، يخلص بالبيت. بس هذا هو. ما عندي خلاط سويتها في هذا. حطيت بصل وثوم وزنجبيل خلطتهم. دحين نبدأ نسوي الأكل. دحين نحط الزيت. خيل توني أسوي كل شيء عشان غسلتها. النار شوية. اوكي حطينا الزيت. بعد الزيت اللي انا خلطته حطينا بصل وثوم وزنجبيل مع بعض. اطلعي. طفينا النار. الحين نخليهم شوية يحمرون. بعدين نحط دجاج. حمرنا البصل وهذا اللي خلطناه. دحين نحط البهارات وملح، بهارات مشكلة وملح، بهارات أسود، كل البهارات وملح حطيناهم. ودحين نحط صلصة. بعد الصلصة نخلطهم شوية. بعدين نحط دجاج وبطاطس نخلطهم مع بعض ونخليهم نص دقيقة.
لا يا جماعة أحرق نفسي أنا. شفتوا الحين نحط دجاج وبطاطس مع بعض ونخلطهم نخليهم نص دقيقة، بعدين نحط ماء وبعدين نشوف ايش نحط. الحين نحط دجاج، حطينا دجاج، نخلط الدجاج. هذا صحن يلا نبي ناكل فيه. الدجاج لا الحين نحط حتى البطاطس يخلطون مع ده. الريحة رايحة تعال بس شو الريحة خلطناهم كل واحد. يلا شوية يتحمرون حبايب، ربع ساعة نقفل عليكم. وهذا حطه هنا عشان لا احترق ثاني مرة. وبس ربع ساعة خليناهم. انا بس كذا ربع ساعة لازم ونخلطهم. نحط كاستين ونص موية. يعني الدجاج شوفوا صار، بوريكم دجاج بطاطس تطلع. شوفوا الدجاج صار الدجاج بس يعني بس انا اخليهم كذا 5 دقايق 10 دقايق نخلص. هنحط كاستين ونص موية. اوكي كاستين ونص موية. جبت هذا عشان اغطيهم في المنديل كلهم، اغطيهم كده بالمنديل عشان اغطيهم كده، احطهم هنا كده. خلاص اغطيه، احط دحين زنجبيل وكزبرة، احطهم هنا واجيكم. بردت البيبسي، عطتني اختي بكاسة صغيرة. بردت البيبسي ووطيت النار شوية في الإيدام عشان يصلقوا البطاطس. حطيت كاسة تانية موية. البطاطس ما ادري ايش فيهم اليوم، ما بيصيرون لينين. ما ادري طفشتوني بطاطس، ما ادري من اي كوكب جايين البطاطس. هو يا الدنيا زمن تعيش وتاكل غيرها يا ابو حسن، ما يضينها ولا خوف. ما معنا الا صبر. الناس تطور والناس متهنية والناس مستنية. ان شاء الله عجبكم ده الإيدام الدجاج، مرة يجنن. دحين طلع صحن لماما عشان ماما تذوق وتعطيني كم من 10. أكيد 10 من 10. هذه أنا سويتها. أحلام. سووا لايك سبسكرايب كومنت. يلا أشوفكم في فلوق الجديد.